أهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة فتوش كيتشن. وصفتنا اليوم راح تكون سندويشات اللحم المفرومة مع الأجبان. يلا مع بعض نشوف طريقة التحضير. أول شي في عندي بمقلاي ضفت كمية من الزيت وراح أقلب بصلة. بعد هيك راح أضيف حبة فليفلة خضرة. هلأ راح أضيف الفطر، أنا هون استخدمت الفطر المعلب وأكيد بتقدروا تستخدموا الفريش، وراح نقلب المكونات مع بعض. بعد هيك راح أضيف الذرة وأقلبهم مع بعض. هلا راح أضيف البهارات اللي هي عبارة عن بودرة البصل، بودرة الثوم، الكاري، البابريكا، الفلفل الأسود، والبهارات المشكلة. راح أضيفهم على المكونات وأقلبهم مع بعض. بعد هيك راح أضيف اللحمة المفرومة وأقلبها لحتى تستوي عندي تماما. بعد ما استوت اللحمة بضيف عليها معلقة كبيرة من الملح، بضيف عليها كمان كمية من الأجبان، أنا هون خالطة جبنة موزاريلا مع شدر، وأقلبهم مع بعض. وهيك جهزت عندي الحشوة، ما بستخدمها إلا بس تبرد لحتى ما تمزع عندي الخبز. بالنسبة للخبز اللي استخدمته هو الخبز الفرنسي، بتقدروا تستخدموا أي نوع خبز انتوا بتفضلوه. بوزع الحشوة جوا الخبز، طبعا دهنته بالأول كاتشب وخردل حسب ذوقكم، وحطيت عليه طبقة من الأجبان، وهلأ بدهنه شوي بزيت الزيتون وبدخله جوا الجريل. وهيك جهزت عندي أطيب سندويشات لحمة مفرومة، بنصحكم تجربوها راح تدمنوها. صحتين وألف عافية.